بص يا حبيبي، فكرة الفيديو بتاع النهاردة ترند طالع جديد. تمام. جميل. انا عارفة ان انت بعيد عن منطقة الترندات دي حاجة. الترند اسمه ايه؟ بحبك بس مش بحب لما. يعني ايه بقى؟ يعني انا بحبك بس في تصرف معين ما بحبوش لما بتعمله. ايه هو؟ لا ده كتير، ده انا محضرة لستة. وهنراعي ان احنا متجوزين، جميل. لان كل اللي عملوا الترند ده مرتبطين، فيعني ممكن اخر الفيديو يفركشوا، لكن احنا اصلا متجوزين. فانا هراعي الحته دي، ما تقلقش. اتفقنا. تبدا انت ولا ابدا انا؟ لا جربين انت، انا اتشرفت. طيب، بدايتها. امم والله هجيب لك في الهادي كده، في اللذيذ منه. ماشي. جميل. بحبك بس مش بحب لما ابقى مثلا في مكان، مثلا في الشغل او في حاجه، واقول لك انت فين يا كيلو، تقولي انزلي، انا واقف تحت اهو، وانت اصلا بتبقى لسه والله ما فتحت باب الشقه ونزلت. انزلي انت، مالك انت؟ يعني انا مالي؟ ليه توقفني في الشارع انا مش قلت انزلي؟ انزل. وافضل واقفه؟ لا، ومش بيكتفي بكده، هو بيكمل كذب. يعني انزل، ايوه يا ابني انت فين؟ انا على اول الشارع. هو والله بيبقى لسه في الاسانسير اصلا. طب ليه الكذب؟ طب ما تقول لي استنيني مثلا قدامي 10 دقايق، قدامي ربع، قدامي ساعه. ليه ما تقولش كده؟ انزلي، لما اقول لك انزلي انزلي. المهم ان انت تقول وانا انزل، صح؟ دي اهم حاجه. طيب، دورك انت بقى. بحبك بس مش بحب لما ايه بقى؟ شغلي مخك. يعني على طول شغال. لا، شغلهوش خالص. ليه بقى؟ لا، في المجمل يعني. ليه عملت ايه؟ لا هو في اصلا انت مش عايز تشغله، يعني. امشي معاك كالبهيمه كده. لا الا ده انزلي انزل. الموضوع انا على اول يعني انت بتكذب ومطلوب مني ان انا ما اشغلش مخي اصلا. ده في العموم، ده في الحياة كلها. انا لسه قايله لك راعي ان احنا متجوزين، وهنقفل الفيديو ده وهنبقى في وش بعض، وهتبقى ليلتنا مش فايته. مش انت اللي جايبه الترند ده؟ هيخرب عليكي، خلي بالك. تمام، عايز دي بقى؟ طب تمام، دوري بقى. بحبك بس مش بحب لما استحالة أسألك سؤال إلا لما يترد بسؤال تاني. استحالة. يعني مثلا أقول له مثلا حصل إيه مش عارفة في الموقف، ليه؟ عشان إيه؟ طب حصل، طب ما ترد طبعا على السؤال الأول. أنا مثلا محتاجة الإجابة، رد على السؤال الأول. بس لازم وبعدين اعرف. لسه من شوية والله واقف، ففي حاجة في ظهره، هو كان في جرح في ظهره، فبقول له اتضاير، هو بيتضاير ويعمل كده ليه؟ في ايه؟ ليه في ايه؟ طب اشوف، طب اللي في ظهرك ثانية، يعني هيكون مثلا في ايه؟ مش لازم اعرف دي حاجة ابعاد السؤال؟ مستفزة، رد عليا وبعدين ابعاد هقول السؤال يا لك. بنتي، ابعاد السؤال. طب ما ترد الاول وبعدين لا، هقول. اعرف الابعاد الاول ايه هي. ايه الابعاد؟ ايه يعني واحد الابعاد؟ انت ليه هيسأل اي محسس ان سؤال. انا بني ادم مسلح واقف لا، قدامك؟ مش لازم يبقى في ابعاد للسؤال، لازم اعرفها الاول. هو اي سؤال بيترد عليه وخلاص؟ عمري ما اسال سؤال. لو سالته الساعة كام، والله لو سالته الساعة كام اشمعنى؟ يقول لي ليه؟ طب ما بتسالي اشمعنى؟ ليه الساعة كام؟ عايزة اتنيل اعرف الساعة كام. وراكي حاجه؟ اهو كده على طول. يلا دورك. بحبك بس مش بحب لما. تنامي. ايه علاقة النوم بالموت؟ انت بتنامي في اي حته وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. ده سلام نفسي. ده بداية ده سلام نفسي. لا والله. والله يعني يعني بجد، هو الناس الصافية من جواها بتنام. لا والله، ده اللي ما عندهمش مخ. والله يا جماعة افتكرت موقف. أول ما اتخطبنا، فكنت قايله لكم أنا في الفيديو اللي فات، رحنا أكلنا بيتزا أول يوم. فواحنا راجعين في المشروع، فبقول له إيه؟ بقول له بص، أنا طول عمري طبعي لما باكل بنام. والله ما كملت الكلمة لأني رحت مديانه. أنا فعلا بنام بسرعة جدا، يعني لا حتى لو وكنت قبل كده معزوم عندهم وسابتنا دخلت تنام. كنا كنت أكلين سمك، بخطبنا كنت أكله سمك. ومش عارف كم لما بذمتكم معروف بعد السمك إيه؟ مش قيلولة. لدرجة اللي تسيبي خطيبك موجود وتدخلي وانا تنامي. سبتك لوحدك، كنت قاعد مع ماما واخويا ده ابوك كان وابويا الله يرحمه. لا طيب، يا بنتي في اي حتة، انت في السينما قبل كده نمتي. بنام في اي مكان. بامانه ده سلام نفسي. الناس اللي السالكه من جواها بتنام في اي حته وفي اي وقت. اه. بحبك بقى بس مش بحب لما. الاستاذ كان فيه طبع، بس الحمد لله انا غيرته له. لما بيزعل ما بياكلش، وانا دي كارثه عندي. انا وقت الاكل يجي انا بهبط، ممكن اعيط لو جعانه والله العظيم.
فده احنا لما اتجوزنا هو كان 52 كيلو، كان قد كده ماشي. فاول عركه حصلت ما بيننا بعد الجواز، انا لقيته دخل، يعني احنا ما فطرناش، فهو دخل الاوضه، جه ميعاد الغدا ما اتغديناش. طب ايه، انا بدات انهار بره وعياط ومش عارفه ايه، انا منهاره، وهو عادي جدا مفيش اي مشاكل معاه، مش جعان حتى، ما بيقلبش في التلاجة، ما بيدورش في شيء. انا لسه مش اخده على البني ادم ده، في حاجه غلط يعني، في بني ادم ما بياكلش. فلقاني بقى ايه، رحت معيطه مره واحده، قعدت بقى انهارت وعيطت، قال لي مالك في، قلت له انا جعانه. قال لي طب ما تاكلي، قلت له ما انت ما بتاكلش، ما انت الحاج صاحب البيت. بس الحمد لله خليته ايه بكرش دلوقتي، لو في ايه بالله، لو الدنيا بتولع بره هو بهمه على كرشه دلوقتي بياكل. شوفوا، هو انا شايله ومعبيه منه، عشان ما نطولش عليكم الفيديو، انتظرونا في اجزاء تانية. انتظرونا في المسامح كريم.